هسيبها شهر بحاله ومش عارف هوديها فين. طبعا للأسف قبل ما نبدأ ونتحرك المراية دي اتكسرت. المفروض كل الحاجات دي تتحط جوه الشنطة دي. السلام عليكم وهلا والله ومرحبتين ومرحبا. معنا أول فيديو من الرحلة في شهر رمضان في كل محافظات مصر. البداية مش عارف أقول إيه. الخطة إن مفيش خطة، إحنا ماشيين على الله. بس أهم حاجة في الموضوع هي زيتونة. هسيبها شهر بحاله ومش عارف هوديها فين. هوديها عند واحد صاحبي هيهتم بيها الشهر دوت ان شاء الله. وفي خلال الشهر ده طبعا انا كنت عامل لها كمية اكل كبيرة جدا، شايلها في الفريزر عبارة عن فراخ مفرومة وكده. فللأسف هتبوظ طبعا في الفريزر، فهاخدها في سكتي وهسيبها للكلاب والقطط في الشارع. ونشوف مع بعض هنعمل ايه في اول يوم اللي مش عارف هعمل فيه ايه. يلا بينا. وحشينا يا زيتونة هير. لا عندك بقى ايه تاخد بالك منها الشهر ده، عيب عليك. تاكلها كويس وتشربها. ولو هو عندك كل حاجة جاهزة جوه، يبقى معاها ديبو هيونسها. ماشي، ما يقلش ادبه، لا يقعد باحترامه. حلمه. ايوه حربته، هات الحبل الأحمر ده اربطه لي جوه. كده ولا كده انت حر. جايبها انسه ترجع انسه. ماشي. ازاي كنا جوه مستخبية انت عارف. دلوقتي عادي، بس هفهمك. سقوط محاولة إخراج زيتونة. بس يا تاني. خلاص يا خلاص 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 خلصت تحسين فرح. نروح لزوكو. هتشوفي قطط تانية غيرك. هذه مؤدبة، هذا توسع الكلام. تعرفوا على بعض. طب والله حبوا بعض والله على طول. ولا بقول لك ايه، تقعد بأدبك، تقعد بأدبك ماشي. اللي اتأدب مش عايز. ايوه بعرفك بس، بوري له عين الحمرا كده عشان يبقى عارف اللي جاي عامل ازاي. اه لا مبسوط دلوقتي خلاص. هيبقى عيد جوازه واحد رمضان. صح. جوازه. هو انت مش جايبها وعارف ان في هنا حوستات. انا عارف انه مؤدب. مش حاجه ما نقدرش نجمعها. بس ايش انت تعمل بقى، يلا سيبك كده. الاول كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي متابعه الانستا عارفه اللي هيحصل في الفتره الجايه. يمكن نزلت برضو شورت هنا على اليوتيوب. ايه الخطه؟ والله انا مفيش خطه. ايه الترتيبات؟ مفيش ترتيبات. هي الفكره ضربت في دماغي مره واحده، ويلا بينا نلف محافظات مصر كلها. يلا بينا نلف محافظات مصر كلها. عامل ايه؟ بتفسح الكلب ده؟ علمه. حبيبي. فهو الموضوع من زمان ان انا نفسي الف محافظات مصر كلها ويكون ليا الحريه في كل محافظه. فلازما عشان يكون ليا الحريه ديت، فكره ان انت مثلا تسافر محافظه بمواصله معينه، بعربيه او باتوبيس او بقطر او ايا يكن، انت تنزل المحافظه بتبقى حدودك قليله جدا. يعني عشان تمشي مثلا على رجليك حدود كيلو 2 كيلو 3 كيلو. بيبقى في اماكن بعيده تحتاج ان انت تروحها وتشوفها، واماكن ما ينفعش ان انت تدخلها مثلا بتاكسي او بعربيه، سواء في الكوره. لان زي ما انتم عارفين ان مصر محافظه زراعيه، فاحنا عندنا كوره صعب عربيه ملاكي تدخل فيها، صعب ان انت توصل لها بمواصلات، ممكن تاخد مواصله واثنين وثلاثه. ففكره ان انا يبقى معايا السكوتر او موتوسيكل
في السفر بتديك حريه في التنقل بشكل كبير جدا. طبعا انا قايل لكم ان اول محافظه اسكندريه، ولكن يعني احنا عندنا هنا في اسكندريه بالنسبه لنا مثلا قاعده زي اللي انا قاعدها ديت ممكن تكون لناس من بره اسكندريه انا عامل انجاز، ده انا قاعد على البحر ومبسوط وسعيد وبتاع. احنا بالنسبه لنا متعودين، ده العادي. يعني طريق البحر ده هو الطريق اللي بنروح منه الشغل وبنرجع من الشغل، رايحين نجيبوا طلبات من بره بنعدي على البحر، فعلى طول شايفين البحر، شايفين المنظر ورايا. فده بالنسبه لي منظر مألوف. فانا عشان مثلا اقول تعالوا اعرفكم على اسكندريه، اولا اسكندريه ما يكفيهاش يوم واحد. اسكندريه فيها حاجات كتير حلوه وحاجات كتير مش كل الناس تعرفها. يعني انت عندك مثلا قلعه قايتباي الناس كلها تعرفها. طب هل الناس تعرف مقابر كوم الشقافه؟ مقابر كوم الشقافه دي من المعالم الجميله جدا والمكان من الاماكن الجميله اللي ممكن تزورها وتنبسط في بيها هناك. عمود السواري برضو من الاماكن التاريخيه الجميله، مش قوي يعني بس حلو. كذلك متحف المجوهرات، مكتبه اسكندريه، ابو قير. انت تروح تاكل اكل السمك كده في ابو قير حلو على البحر كده، تجيب السمك وحد يشويه لك وتقعد تاكله على البحر، دي لوحدها خروجه عايزه يوم. فصعب ان انا الم اسكندريه كلها في يوم. فاحنا ان شاء الله في سلسله الفيديوهات الجايه دي هندخل في كل محافظه ونقعد فيها يوم كامل باذن الله. يمكن هنروحوا المركز الاساسي في المحافظه. يعني البحيره مثلا تعتبر رشيد من المراكز الاساسيه، ولكن للاسف عشان اروح رشيد هحاول اروحها، بس رشيد بعيده شويه عن كفر الشيخ، هضطر امشي مسافه. انا محتاج اروح ابات في قتايب برود اول يوم، فهتبقى مسافه، بس هحاول اعمل كده في الفلوج بتاع بكره ان شاء الله هتشوفوه معانا. كفر الشيخ برضو من المحافظات الكبيره. القاهره من المحافظات الكبيره جدا، والجيزه من المحافظات الكبيره جدا اللي هيبقى صعب ان انا اغطيها كلها، ولكن هغطي الحاجات الاساسيه او اغطي اليوم بتاعي هناك. فان شاء الله يعني هنشوف مع بعض سلسله كويسه. حبيت اعمل اول فيديو ده يكون حاجه كده ايه خفيفه، تعرفنا احنا داخلين على ايه وهنعمل ايه واللي جاي ايه والتحضيرات ايه. وللاسف اول ما اتحركت بالسكوتر المرايه اتكسرت. هروح الحمها النهارده عشان اتحرك بيها وبجهز السكوتر واوريكم معايا التجهيزات اللي هاخدها معايا والهدوم اللي هاخدها معايا والادوات والحاجات اللي هحطها في السكوتر والكلام ده كله باذن الله، ونكمل اليوم مع بعض. طبعا للأسف قبل ما نبدأ ونتحرك المراية دي اتكسرت، ثابتة هنا كده اتكسرت. فهنطلع عدة اللحام ونلحمها بسرعة 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 بسرعة. بس كده خلاص لحمناها لحام زي العسل، مش هتتفك تاني خالص ان شاء الله. بعد يوم طويل من التجهيز، والله هو مش يوم، هو كذا يوم. يعني قعدنا نجهز وظبطنا حاجات كتير، الرسومات والحاجات اللي ظبطناها على السكوتر واللوجو الجديد. اللي متابع الانستجرام يعني شاف الحاجات دي كلها، اللوجو هنا بشكل اكبر. مم. ركبت هولدر للموبايل عشان لما اشغل الجي بي اس، وركبت الفوجين دول عشان ينوروا حلو والله. بص النور بتاعهم كده ينور اصفر وابيض اصفر ورعاش لذيذ. وغيرت الليد برضو اللمبه والعالي عشان هنحتاج النور، لان اكيد هندخل طرق ضلمه، فمحتاجين النور في المواقف اللي زي دي. وجبت منفاخ ده بينفخ بالبطاريه احتياطي معانا، واخد معايا شويه عده الحاجات الاساسيه، امير ومادتين، اختراع كده غريب للكاوتش كده مش عارف يعمل ايه، بس هو عباره عن مسامير كده زي الخوابير. واخدت معايا 3 فلاتر هوا عشان احنا هنمشي حوالي 4000 كيلو، فهنغير زيت 3 مرات على الاقل. خدت معايا 3 جراكن زيت احتياطي. النوع ده لذيذ مش وحش، او موتيل او وولف ايا يكن الزيت اللي هتحطه. فهنبدا نحط الحاجه دي ونطلع نجهز الشنط بتاعتنا، ونشوف برضه تجهيزات الشنط هتكون عامله ازاي. و استنونا. رجعنا البيت، خلصنا السكوتر، نبدا نجهز الشنط. حرفيا دي اكتر مره اسافر واخد فيها معايا كميه الهدوم دي.
المفروض كل الحاجات دي تتحط جوه الشنطه دي. هنشوف عشان دي بتتعلق على السكوتر. فانا هحط الهدوم جوه الشنطه و لان الهدوم مش هستخدمها غير اخر اليوم تقريبا، والحاجات اللي انا بستخدمها في ايدي باستمرار هحطها في شنطه ظهري، هي واللابتوب طبعا. طبعا جبت شرابات كتير، في بوكسرات بقى، وشبشب طري عشان ما ياخدش مكان، مايوه. انا رحت شرم الشيخ ليه ولا رحنا في شرم الشيخ نسيت اخد مايوه، وجاي لما اروح في رمضان باخد مايوه معايا، بس ماشي. وسويتشيرتات وبنطلونات وعده وحاجات تانية. يلا بينا نشوف الحاجه دي هتترتب ازاي. آه. خلصت، لمينا كل الحاجات دي في الشنطة دي. الموضوع متعب، الموضوع كان متعب الصراحة. يعني النهاردة كان يوم صعب. حاسس ان النهاردة أصعب يوم، أو قد يكون أبسط يوم وأسهل يوم. بس اللي جاي كله هيبقى حلو إن شاء الله، وأنا متحمس. وكفاية عليا كده النهاردة. أشوفكم في الفلوج بتاع بكرة. باي. السلام عليكم.